السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض معجنات سهلة حلوة جدا، البريوش او الشريك، بطريقة حلوة واقتصادية وسهلة كمان. انا معايا هنا كيلو من الدقيق، حطيت عليه ذرة من الملح، وحطيت عليه باكو من الخميرة، ومعلقة صغير بيكنج باودر، ومعايا هنا 2 بيضة. تمام. الطريقة حلوة وسهلة لأي حد مبتدئ هيعمل معجنات كمان. انا حاطط عليه 2 من البيضة، ومعايا هنا كوبايتين من اللبن، حطيت عليهم كوبايه سكر. بدوب الاول السكر في اللبن كويس جدا، وبعد كده بنزل على الدقيق وبعجنهم كويس جدا. انا معايا هنا كيلو دقيق، خد كوبايتين من اللبن، بس على حسب نوع الدقيق. لو احتاجتي مثلا شويه لبن تاني ممكن تضيفي، او تحطي اللبن بالتدريج، يعني ما تضيفيش اللبن كله مره واحده. تمام. انا هنا ببدا اعجن لغايه ما العجينه تبدا تتلم معايا كويس جدا. اهم حاجه فيها العجين، انك تعجني كويس جدا. اللي هيخدم العجينه انك تعجنيها كويس. اي معجنات لازم تتعجن كويس. وبعد كده اول ما بتبدا تتلم معايا بنزل هنا بحوالي 3 معالق من السمنه الكبار. عندك زبده مفيش مشكله، عندك سمنه عادي، يعني مش شرط تكون زبده. انا عملته بسمنه عادي وطلع كويس خالص وهش وخفيف وقطني. وبعد كده بفضل اعجن لغايه ما العجينه تتلم معايا وتبقى ملمسها ناعم خالص. اهم حاجه انك تعجني كويس جدا. وبعد ما اتعجنت معايا بسيبها حوالي هنا اكتر من نص ساعه لغايه ما تختمر معايا وتزيد حجمها. وبعد كده ببدا اشكلها. تمام. انا هنا ببدا اشكلها، يعني تقطعي حته صغيره كده وتبداي تعملي فيها زي ما انا بعمل كده على الرخامه. هتلاقي العجينه ما بتتقطعش معاكي، يبقى كده العجينه كويسه حلوه اتعجنت كويس. تمام. وبعد كده بتعملي الاشكال اللي انت عايزاها. يعني ده اول شكل كده، بجد سهل وبسيط وحلو جدا. وهعمل معاك واحده تاني. ويا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك عشان يوصل له كل جديد، ولو عجبك الفيديو لايك وشير. بجد عجينه سهله وحلوه جدا، ما فيهاش اي تعقيد وبسيطه. انا هعمل هنا شكل تاني، بعمل العكس، يعني بلفها عكس بعض كده بيديكي شكل تاني. ان الاطفال بتحب الاشكال طبعا، هتنوعي في الاشكال. انا هعمل هنا كانها ضفيره بدخلها ببعض كده، وبعد كده بقفلها دايره برضو بيديكي شكل حلو خالص. برضو عايزه تنوعي بين الاشكال نوعي، عايزه تخليه شكل واحد. وانا هنا خلصت الكميه، بجد عملت كميه حلوه جدا. بسيبها تختمر، وبعد ما بتختمر بدهنها يا اما بيض او لبن على حسب ما انت عايزه، بس انا هنا دهنتها لبن عشان زفرت البيض. بعد ما بتختمر معاكي وبعد كده بتحطي عليها وعلى وشها سكر. تمام. انا هنا دهنتها لبن. لو انت مش عايزه تبعدي عن زفرة البيض، بجد هيخلي وشها حلو جدا ومحمر. انا طبعا اي معجنات ببقى مشغله الفرن قبلها بحوالي 5 دقايق على الرف الوسطاني على درجه حراره متوسطه. يعني اي معجنات معاكي هتعمليها لازم تكوني مشغله الفرن قبلها ب5 دقايق عشان ما تنشفش معاكي وتبقى طريه وهشه. انا هنا السكر اللي وقع لازم بشيله بالمنديل علشان ما تبقاش يتحرق معايا. وحطيتها على الرف الوسطاني على درجه حراره متوسطه زي ما قلت لك، مشغله الفرن قبلها ب5 دقايق. وبجد حلوه جدا وسهله وهشه، يا ريت تجربيها، بجد حلوه جدا. ولايك وشير لو عجبك الفيديو. ويا ريت تجربي الطريقه، حلوه جدا بجد وسريعه وسهله، ما فيهاش اي تعقيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.